السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. المهم كما شفتوا في العنوان حاليا يلا دابا شي حاجه بس سالا الماتش بين ريال مدريد وسيلتا فيغو اللي سالا بفوز ريال مدريد 2-1. جزع 3 نقاط مهمه من ميدان سيلتا فيغو. نبداو نهضروا على المباراه، خصني نهضر على نقاط بعدا. ترينت الكسندر ارنولد، هذا اللاعب انا كنت عارفه انه ما غاديش ينجح في ريال مدريد. يقدر ينجح من ناحيه هجوميه ولكن الناحيه الدفاعيه ارنولد عباره عن ثغره في ريال مدريد. صراحة ثغرة. هذيك الجبهة اليسرى أي واحد أو الجبهة اليمنى أرنولد، الجبهة اليمنى أي جناح يكون قادر أنه يدريبلي راه غيدوز أرنولد. أي جناح قادر يدريبلي غيدوز أرنولد. حاج أرنولد كما أي واحد كيتفرج في بريمير ليغ مع ليفربول ديما طالع ومخلي ظهره خاوي. وديما الماتش ما بين ليفربول ومانشستر سيتي غوارديولا كيقول لهم اللي عنده كرة يعطيها لدوكو، دوكو يتكلف. حيت ارنولد ما كيقدش على ان كونتر ان، ما كيقدرش عليها، واحد ضد واحد ديما خاسر فيها. وعاد كتجيب له دريبلو شي واحد تكنيك مزيان بكره بحال دوكو، ارنولد غيخرج عليهم. مثلا دابا الماتش ديال السيتي الجاي ارنولد غيخرج على مدريد، متاكدين ان ارنولد غيخرج على مدريد. وبحكم ان غوارديولا بدل اللعب ديالو من 4-3-3 او 4-2-3-1 حاليا رجع كيلعب 4-2-2-2 وكيخلي لك جوج القدام اللي هما هالاند وسيمينيو اللي كيطيروا في نفس الوقت، وعندك دوكو كجناح. يعني داك الجبهه اليمنى ديما غتكون ثغره بالنسبه لريال مدريد، الا في حاله ما اربيلوا كان شويه ذكي وبدل ما بين ارنولد وفالفيردي، رجع فالفيردي الظهير ايمن وارنولد لعبوا كثمانيه في وسط ميدان. بالنسبه للدفاع ريال مدريد صراحه الاصابات والغيابات مأثرين بزاف، وحتى ملي ما كيكونوش كنلقاو ان الدفاع ديال ريال مدريد ديما عنده هاد المشاكل هادو بزاف. ما عرفناش زعما السبب مناش. حاليا كيبان لك المشكل من المنظومه الدفاعيه كلها، اللاعبين ما قادينش يكونوا متجانسين ما بيناتهم، واحد يكمل الاخر. حتى الطريقه ديال اللعب في الدفاع شويه مخربقه عند ريال مدريد، كتحس بحال لانه ما كاينش تدريبات، ما كاين لا حول ولا قوه الا بالله. المهم ندوزو للمباراه. المباراه بدات سريعه من ريال مدريد، كيبان لك باس من البعيد من ترينت الكسندر ارنولد. عاوتاني ارنولد مزيان هجوميا ولكن دفاعيا ناقص. ما علينا، كره مشات من ارنولد نيشان فينيسيوس، باس واحد هرس به لا لين ديفونس كامله، بقى فينيسيوس واحد ضد واحد، هو بوحدو ضد الحارس ضيعها. ضرب كره ولكن جات في القائم. لو كانت ماركا داك البيت في ديك الدقيقه 9 او 10 كان يمكن له انه يفتح الماتش في الاول. في الدقيقه 11 تشاوميني كيجرب يسدد بالقدم الضعيفه من البعيد وكيخطا المرمى، ومع ذلك ان الريال مازال ضاغطه حتى كتوصل للدقيقه 12 اللي تشاوميني عاوتاني من الركنيه ملاعبه من اردا غولا، اسيست زوين لتشاوميني من خارج منطقه الجزاء، تسديده من البعيد، هدف اللي خلى ان اللاعبين ديال السيلتا كاملين بقاو مبهورين، حيت هما اصلا في الاول كانوا ناويين على ان الركنيه غتلعب لداخل مربع العمليات. دوزو للدقيقه 25 والفضيحه الكبرى لترينت الكسندر ارنولد. الكره عند الظهير الايسر سيلتا فيغو، يلاحظ ان ارنولد حداه جناح والجناح سريع شويه، باس واحد بعيد عاوتاني بحال الطريقه اللي دار ارنولد باش ضرب بها الدفاع ديال مدريد. باس واحد بعيد ضرب به الظهر ديال ارنولد فعوض ما انه يكفري على كورتو باش يديها دغيا، لا خلاه جا جناح دا كره دخل بها، حط باس واسيست زوين بورخا اغليسياس اللي قدر انه يسجل الهدف ديال التعادل. موراها كنشوفوا ان سيلتا فيغو خايف العقر ديال ميدانها ولكن راجعه للدفاع وكتحاول انها تلعب على المرتدات، بحكم انك لاعب ضد ريال مدريد ديما كونترا الفرق الكبار بحال مدريد او البارسا او حتى اتلتيكو مدريد. واخا ان اتلتيكو مدريد كتكون هجمه من هنا وهجمه من هنا بحكم ان جوج فراقي كتلقاهم مدافعين وكيلعبوا على المرتدات. المهم مثلا ضد البارسا وضد الريال ديما كتلقى ان الفراقي كيرجعوا اللور وكيتسناو اللعب وهما يديروا كونتر جو. بقى الحال هكا حتى الدقيقه 87 اياغو اسباس كيستلم كره في داخل مربع العمليات، كيرقص اسينسيو وكيسدد باليسرى ولكن كترتطم في القائم. وهادشي اللي خلى ان الماتش مازال حي، حيت اللي نفترض ان اياغو اسباس سجل هذه الهجمه وكانت النتيجه 2-1. اذا المقابله سالت بالنسبه لريال مدريد. ريال مدريد ماركاو الثاني غيكون مجرد تعادل، والفرق ما بين البارسا ومدريد غيرجع 3 نقاط، مع ان البارسا عندها ماتش ناقص غتلعبوا غدا في سان ماميس مع اتلتيك بيلباو، وتا واحد ما يحسب ان الماتش ساهل بحكم ان البيلباو خاسره بتقريب مجموع ماتشات 9-0 مع البارسا هذا العام. واخا هكاك راه كتبقى سان ماميس
بيلباو في سان ماميس كتكون قاصحه بزاف. ندوزو للهدف اللي سجلوه ريال مدريد. على حسب وجهة النظر ديالي وعلى حسب رأيي الهدف خصو يزول، بحكم انه كان خطأ في وسط الميدان واضح جدا. كان قطع الكرة ولكن ما قاصش كرة، دخل على لاعب فقط ان قسمو من اللور. هادشي اللي كيخليك انك تعطي ضربة خطأ، وممكن انك تزيد تعطيتها بطاقة صفراء من الفوق. ما عرفناش ان الحكام د الفار قالوا ما فيهاش، يبقى هذاك الرأي ديالو. المهم اخوان، هذا ما كان هذا النهار، نتلاقاو غدا في الفيديو اللي غنهضروا فيه على الماتش ديال بارسا وبيلباو. كان معكم اشرف من قناة اشرف من MTL. هذا ما كان. تهلاو.